وفجأة جنزير من بتوع الساقية الملاهي اتقطع، وكان هيرمي العيال الصغيرة اللي جوه في الهوا. لولا انهم كلبشوا في العمود اللي في النص بسرعة، كان زمانهم كلوا هتة وودعوا ونزلوا حصلوا اللعبة اللي وقعت. في اللحظة اللي تقطع النفس دي، كان في راجل جدع أسمراني قاعد في كابينة تانية. قرر ما يقفش يتفرج، فتح الباب وطلع فوق سطح الكابينة بتاعته عشان يروح يلحقهم. والناس اللي واقفة بتتفرج تحت كانت حاطة ايدها على قلبها ومنبهرة من اللي بيعمله. وهو في نص السكة رجله خامت اتزحلقت، وكان خلاص هيقع يروح فيها. بس الحمد لله لحق يمسك في السور بتاع الكابينة من بره، وبمساعدة الناس اللي حواليه قدر يقف على رجله تاني فوق السطح. بس المرة دي قرر يغير الخطة. الراجل فضل يتسحب على المواسير لحد ما وصل لمنصة التحميل اللي في النص، وراح رابط حبل إنقاذ في جسمه بسرعة، وطلع يجري على العوارض الحديد عشان يكمل المهمة. فضل يتزحلق بالراحة لحد ما وصل فوق الكابينة اللي فيها العيال، بس يدوب وصل من هنا وترس الموتور باظ، والساقية وقفت خالص. الراجل استغل الفرصة ونط نطة أسد ووصل للحديدة اللي العيال ماسكين فيها. فك الحبل وثبته كويس واتسحب لحد ما بقى جنب العيال بالظبط. والناس بدأت تنفس الصعداء وتقول الحمد لله العيال نجيوا. حصلت المفاجأة. البنت الصغيرة لسه بتركب على ظهر الراجل، راح الجنزير اللي فوق مقطوع، وفي ثانية اتطوحوا كلهم لبره. الراجل بذكاء وسرعة بديهة استغل حركة الحبل وراح شاحط الولد الصغير هو كمان معاه، وأمهم تحت كانت هتتجنن من الرعب. عشان يخلصوا من المأزق ده، الراجل خلى الولد يكلبش في رجله جامد، وبدأ ينزل بيهم على الحبل واحدة واحدة. وخلاص مفيش غير مترين على الأرض، فجأة آخر واير حديد استسلم واتقطع، والكابينة الضخمة وقعت وكانت هتنزل تطحنهم. بس الراجل بخفة حركة قدر يهرب بيهم في آخر لفتة، والحمد لله العملية تمت على خير، والعيال رجعت لحضن أهلها.